العروسة غفلت جوزها ولافت على ابن عمه. انتم متصورين؟ الباب في وش الباب. تابعوا الحكاية معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي ومتابعي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث الشائكة. تقديم أشرف فاروق، صحفي بجريدة أخبار السياسة والطاقة. وصلت الخيانة بتاع الأزواج لما عروسة جديدة اتجوزت واحد تقدم لها وقعد معاها 6 شهور فترة خطوبة، وقال لها يا ستي أنا شريك، أنت شرياني؟ قالت له شرياك، وقبل اللي هي عايزاه من ذهب وفرش وكل اللي نفسها فيه. روحت في أحلى شقة مشطبة لوكس ستايل عالي، ما خلاش حاجة لما جابها لها من هدايا وتليفون ايفون وده وده. واخر المواخير يا سادة، بعد ما اتجوزها بشهر بالظبط بص لقي التليفون بتاعها بيرن اخر الليل وهي عاملاها على الصامت، فهي نايمة وشبعانة نوم. مسك التليفون، هو مش عاطي اخوانه، يلقى ابن عمه بيرن على مراته. طبعا مرضيش يفتح، مرة واثنين وثلاثة وهي نايمة، خد التليفون بعيد عن خط النوم لحد ما ابن عمه بدأ يراسلها على الواتساب ويقول لها انت نمت بدري الليلة، مش متفقين ان احنا نتكلم اخر الليل بعد الخروف بتاعك ما ينام؟ يبقى قفل التليفون بتاعها وكفى على الخبر مجور. والصبح صحاها مجهز له الفطار، قال له خد انا عايزك تعالي. قالت له فيها يا روح قلبي؟ قال لها ما فيش حاجة. اللي رن عليك دي مين؟ قالت له ما اعرفش. قال لها لا دي مين؟ قالت له ده ابن عمك. قال له هو بيرن عليك ليه؟ قالت له يمكن رن عليك انت ولقي تليفونك مقفول ولا مشغول ولا خارج الخدمة، رن عليا انا. قال لها طيب ماشي كلامك مظبوط، انا برضه هاخدك لحد النهاية. بس ساعتها يذكر الزوج ويقول انها كانت بترتعش. قال لها طب والرسائل اللي على الواتساب دي؟ بقى انا خروف بعد ما سكنتك في سكن مش موجود في القرية اللي احنا فيها، وجبت لك الذهب اللي انت عايزاه وتليفون ايفون وما خلتش ليكي، لو طلبتي لبن العصفورة جابوه لك. انا خروف. اول ما كده انهارت ودورت البكاء والعويل. سامحني ده هو اللي لف علي وسحر لي في وداني وكلامه لين ولقيت معاه الحب الحقيقي. قال لها وانا ما بتحبنيش؟ قالت له لا ما حبتكش، انا حبيتك قبل الجواز بس انت كنت بتروح الشغل. وبدأ ابن عمك يشغلني من اسبوع الفرح، من يوم الفرح نفسه لقيت فيه الحب الحقيقي، وبقت تشغلني من وانا قاعدة في الكوشة. وفي اسبوع الفرح لما جه هو وامه هنا قال لي اديني رقمك وشغلني. ساعتين رحت تصلي وكان قاعد هو وامه واعطت له الرقم، قدمته له، اعطته له في ورقة في طبق البسكويت والبودفور والفول السوداني والذي منه. يعني انت بتكلمه من امتى؟ قالت له من اسبوع الفرح. انا ما اكدبش عليك. قال ده احنا متجوزين لنا شهر. طب جالك ولا حاجة؟ قالت له لا ما جانيش، بس احنا كنا متفقين انه يجيني الاسبوع اللي جاي على حسب ما انت قلت. ده انا هروح الشغل بتاعي وهقعد 15 واجي 15، وانا قلت لك على الحقيقة واللي تعمله اعمله، انا مش هغطي عليك. لما الفاس وقعت في الراس طبعا الزوج ما كانش مصدق الكلام ده ابدا، وما كانش مصدق ان الخيانة تصل لحد كده، ان زوجته مع ابن العم. ابن عمه ملك، ابن عمه من صلبه،
الأب أخو الأب والولد ابن العم. شوفوا الخيانة وصلت لحد قد ايه. بس قال لي عطى الخيانة لكده الزوجة نفسها اللي اتنعمت معاه واندمجت في غية لحب الشهوات وخيانة الزوج. من أسبوع الفرح بيتكلموا وبيتفقوا إن العريس شغال في شركة هيروح الشغل بيقعد 15 وهي 15 ويدخلوا بقى بحر الرذيلة والغي والعياذ بالله والفجور والفسوق. لكن ربنا كشف المستور بعد شهر سليم من الجواز. بيقول الزوج ويذكر الزوج ويقول إن أنا كنت صابح أمشي الشغل. شوف ربنا قال ربنا بيحبني. قال لي أنا همد إيدي عليكي ولا حاجة خالص. هتعرفوا بقية القصة بعد ما تصلوا على رسول الله وتشتركوا على قناتنا المتواضعة قناة الإعلام أشرف فاروق على اليوتيوب وقناتنا على الفيسبوك علشان يصلكم إشعار بالحلقة فور نشرها، لأن احنا بنحبكم في الله سادة المتابعين والمشاهدين الأجلاء. يذكر الزوج ويقول أنا قلت لها أنا همد إيدي عليكي ولا أنا بتاع ضرب، وطالما أنت طلعت كده أنت قدامك حل من الاتنين. أنا كده كده ماشي الشغل بكرة دلوقتي احنا على وش الفجر. قال لي هي تقولي لي أنت هتستمر معايا وتنسى ابن عمي ونبدأ حياة جديدة وانا يا ست مسامحك لوجه الله وسرك في 7 بير لان عارك يعرني وفضيحتك تفضحني. وكفى الله المؤمنين شر القتال. يا اما تتطلقي وان كنت عايزة تتجوز ابن عمي اتجوزي وحسابك على الله. قالت له لا انا هنهي الموضوع دلوقتي، انا هتطلق منك لان انا ما اقدرش اعيش من غير ابن عمك. لقيت فيه اللي ما لقيتوش فيك. قال له ده احنا متجوزين لنا شهر. قالت له والله هو كده. بالفعل الصبح صبح نزل لامه وابوه وقعد في بيت عيله واخواته. قال لهم انا مش مسافر النهارده واجزت ورن على اصحابه في الشغل يمسك ورديه غير ورديته. يعني يمسك ورديته هو يبقى يمسك ورديتهم. في قال لابوه وامه واخواته وبعد جاب ابوها وامها واخواتها حصل كذا 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 وانا ما كنتش هبوح بالسر ده ولا اللي حصل الا لما اتفقنا على الطلاق. وبنتكم قالت هتطلق. يا بنتي انت عبيطه يا بنتي كان من قالت لهم لا انا هتطلق. ده نجدني من بحر الخيانه والرذيله. بالفعل جابوا المأذون في نفس اليوم وعزلوا الصف من الشتاء واتطلقت. والكارثه الكبرى والطامه الكبرى يا ساده انها بعد ما عدت العده بالظبط ال4 شهور و10 ايام اتجوز ابن عمه بفرح وهيلمان وزنبليطه. الباب في وش الباب. الباب في وش الباب. شوفوا المآسي وصلت لحد فين. حدثت هذه القصة في محافظة من المحافظات لما أرسل إلينا صاحب القصة والزوج اللي اتغدر بيه واتخان من شهر العسل عبر رسائل البرنامج على الواتساب. لكن هو يعني كان كل أمنيته إن احنا ما نذكرش اسمه ولا اسم محافظته إحياء لماء الوجه يا سادة. وأنا حمدت ربنا وشكرته، لكن أخذت في قرارة نفسي عهد ووعد إن أنا أرحل من بلدي وبني وطني لأنها أغلى حتة عندي. لكن ما أقدرش أشوف مراتي اللي قعد معايا شهر العسل بحاله في وش ابن عمي. كل ما أشوفها أفتكر الخيانة دم يفور ممكن أتهور. وقال بالفعل بحت حقي. أبويا كان مقسم لنا البيت كل واحد شقة. بحت حقي لأخويا. أخويا كان مسافر وقال لي اشتريه وأنا اشتريت حقي في مكان تاني قرية غير القرية. وربنا كرمني وجوزته على 24 قيراط. ادي قصتي وادي حكايتي اللي بحكيها لكم ولكم أحقية يعني التعليق. شوفوا قولوا لنا اللي أنا اتصرفته للصح ولا غلط، واللي عملته الزوجة رأيكم في إيه، واللي عمله ابن عمي تقولوا على إيه. بيني وبكم يتجدد اللقاء.